عيد هذا السؤال. شو سمع؟ شوفي بابا، هو أنا سمعت الاسم وأنا هنا عندي في التعقيب. التعقيب شنو؟ أولا الأب حلو يتفاعل ويا بنته لما تحاول تخليه فد خانة لطيفة أو فد عبارة أو مصطلح لطيف، بس إحنا عندنا معايير دائما نتعلمها، بما إنه إحنا تربويين وبما إنه إحنا كمسلمين وإمام، فدائما نتعلم من عندهم. الله سبحانه وتعالى دائما يخاطب النبي شو يقول له؟ محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى دائما يعلمنا على أدب الحوار مع منه؟ مع الرسول صلى الله عليه وآله. فيقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. ماذا فوق صوت محمد صلى الله عليه وآله؟ شو يقول؟ فوق صوت النبي، فيطلق عليه اسم نبي. الصفة ما تزيد أو ما ترفع، نقول لها يا أستاذي، تمام؟ وهي يا محلاها على قلوبنا، لأنه أمير المؤمنين يقول آباءك ثلاث، وأنا مكررها: أب أنجبك، وأبا علمك، وأبا زوجك. إذا إحنا نشارك آباء. لما تقولي لي كلمة يا أستاذ هذه ترفعك بنظري، لكن ما ترفعني أنا أستاذ أدرب نفسي، لكن ترفعك أنت، لأنه راح أعرف أنه أنت إجيت من بيئة، حقيقة بيئة شنو؟ بيئة تربوية. هاي نقطة. النقطة الأخرى يا بنات العزيزات، مو كل شيء يتواجد على السوشيال ميديا لازم نطبق علينا. احنا ما نعرف من اللي سوى هذه الترندات، ما نعرف من اللي يشتغل بها، رغم انا شفتها على السوشيال ميديا وغيرها وزملاء وكذا. اذا قضية السوشيال ميديا لما نشوفها امامنا لازم ننتبه، هذا الفعل يتناسب مع اخلاقنا، يتناسب مع مبادئنا، لو هو مجرد فعل يعني باكر عقبه يصير حادث اكثر من هيك، انه طالبة مثلا تتجاوز عن المدرس على انه شنو؟ اي ترند موجود هذا بالشارع، موجود بالنت، لكن نسويه هذا يتقبله مثلا، اخلاقنا تتقبله ما تتقبله. السموم، كل السموم وين موجوده؟ هي موجوده بالسوشيال ميديا. احنا من تجينا هاي الاخلاقيات وكذا؟ احنا عايشينها، نعرفها؟ ما نعرفها. فاحنا ما يصير نطبق كل شيء. نجي ناخذ هذا الفعل اللي موجود بالترند ونعرضه على من؟ نعرضه على ديننا، على اخلاقنا، على بابا. اقول له بابا اسوي كذا، اسوي شو يا استاذ؟ شو تقول؟ صح هذا؟ شوف بابا شو يقول، لان اكيد بابا متربي تربيه صحيحه. اعرضه على ديني، بابا حلال حرام، بي مشكله بكذا. فاحنا تعلمنا دائما شو نسوي؟ نقول لاني اربع حلال لو حرام، هاي اولا. وتعلمنا شو نقول؟ نقول هذا الفعل عيب لو مو عيب.